يعني انت شايف ان هنا الشغل احسن من الصين مثلا؟ Marcella Patata. وانت ازاي؟ Marcella Patata. Marcella Patata. بوبا بوبا بوبا. انت منين؟ اندي. بتبيع ايه؟ بوبا وانت مبسوط هنا في مصر؟ بوبا مصر احسن من نيو دلهي؟ بوبا. أنا بحب مصر وجئت من روسيا عشان في فرص شغل كتير في مصر ومصريين يدفع فلوس كتير. Kazi vipi? Kazi safi tu. Wewe unaonaje kuendeka vipi? يا فندم الشوارع اتملت اجانب، المصريين ما بقوش بيشتغلوا اي شغلانه. ده بقى في احياء كامله يا فندم دلوقتي بيسكنها الاجانب، يعني دار السلام سموها نيو دلهي والبساتين مسمينها بكين. احنا حطينا ايدينا على المشكله دي وقررنا ان احنا نستفيد بتجارب الدول اللي سبقتنا في موضوع العماله الاجنبيه ده، لذلك قررنا تطبيق نظام الكفيل في مصر. يعني دلوقتي حضرتك يبقى من حقك ان انت تجيب عمالة اجنبية على بطاقة الرقم القومي بتاعك بحد اقصى 4 تشغلهم بقى زي ما انت عايز. حالة البطالة اللي بقى فيها افراد الشعب المصري دي في منتهى الخطورة. اولا في حاجة اسمها امراض الثراء زي السمنة والحاجات دي والنقرس وكده. الامراض دي اوريدي ابتدت تنتشر جدا بين افراد المجتمع، غير الامراض المجتمعيه زي التواكل وعدم الاعتماد على النفس. المصري طول عمره بيحب الشغل. دلوقتي لو سالتك انت مصري تقول لي ايه عاطل؟ زحام شديد تشهده الفنادق والمنتجعات السياحية، الجميع يبحث عن الرفاهية والتميز دون النظر للتكلفة المرتفعة. وكما نرى أصبحت حمامات السباحة مفتوحة 24 ساعة لمواجهة الضغط المتزايد. انت جاي تقعد على حمام السباحه بالليل؟ جاي تقعد على حمام السباحه بالليل؟ اصله بالنهار زحمه قوي، فقلنا نقعد على البسين بالليل. ولا ما اقبلش المدرس تقف تدرس. بتعملوا ايه في المنتجع هنا؟ اصل احنا يا اخويا قررنا نقضي بقى الشهر ده في مصر. الشهر اللي فات اصلنا لفينا شويه كده في ايطاليا واسبانيا وفرنسا. الشهر اللي قبله بقى يا اخويا رحنا عملنا سكيتنج على الجليد في البلد الفسكافيه دي بقى اللي انت عارفها يا اخويا. ايوه طيب ده واضح حضرتك ان الفلوس خلتكم سعدة جدا يعني. يا أستاذ، السعادة الحقيقية مش في كتر المال، السعادة الحقيقية في كتر العيال. ازاي يعني؟ مش فاهم. هقول لحضرتك، يعني لو كان عندي دلوقتي 10 ولا 15 عيل كان بقى معايا 100 ولا 150 مليون جنيه، كانت هتفرق برضه. كله يرمي الولعة ويقرب يسمع جمعة. ده القرش جري في ايدينا واكلنا اللحمة بدمعة. قالك جمعة لا سهوة
حجرين واكتب يابا سطرين. هنغني يا ناس بفلوسنا، ده الكاش بقى بالملايين. قالوا لي هتغني ازاي؟ انا قلت هشرب شاي. قالوا لي هتغني ازاي؟ انا قلت هشرب شاي. دي الناس في الميكروفون وانا وحدي ماسك لاي. وعندك واحد شاي فاتها سكر زياده، واحد على بوسه سكر بره. واخيرا وجدنا مواطنا مصريا ما زال يعمل انه حارس عقار يقدس العمل. اقترب يا بطل اقترب، صورونا جنب البطل يا جماعه. انت عارف ان انت الوحيد اللي لسه بيشتغل لغايه دلوقتي وكمان راضي ان انت تغسل عربيات السكان؟ عربيات سكان مين يا بيه؟ العربيات دي بتاعتي يا بيه. كل العربيات دي بتاعتك انت يا بيه؟ حاسب عينك، انا بعد ما اشتريت العماره ديت اشتريت عربيات السكان اللي طلعناها سنين يا بيه في تطوير العربيات دي. طب ما تجيب حد يغسل لك العربيات. ما تعرفليش حد يا بيه وادي له 10000 جنيه في الشهر؟ هات حد من الاجانب الموجودين دلوقتي. اجانب لا يا بيه. ليه؟ بيغسلوا العربيات بالميه مش بالشامبو، والميه بتجيب بارومه والبارومه تاكلهم. تاكل العربيات؟ لا تاكل الاجانب. احنا تحولنا الى شعب استهلاكي فقط، وانا وكل زملائي العلماء حذرنا من اللي بيحصل ده. زاد الطلب قل العرض، ليه؟ بسبب قلة الانتاج. محدش عايز يشتغل، وعلى رأي المثل خد من التل يختل، والتل هيختل قريب قوي، وان لم يختل بيقولوا عليا انا دكتور مختل. يا خبر اسود، معناش غير 5000 جنيه بس؟ امبوسيبل. يعني مش عارف نصيف في باريس السنه دي ولا ايه؟ ده انا برومس للعيال. باريس دول ما يجيبوش غير سندوتشين فول بس. ما المصايف والمشاتي بتاعتك دي هي دي سبب المصايب. يا سلام يا اخويا، يعني انت لو كنت نجحت في امتحان الكادر الاول مش كان زمانك دلوقتي لقيتك شغلانه؟ امتحان الكادر؟ ما انت خرجتيني بره الكادر خالص وضيعت الفلوس بسبب هيافتك وتفاهتك. يعني برضو انا السبب؟ طيب والله انا رايحه بيت بابي بيخلي بابي ينفعك، ده حتى الفيلا اللي حيلتنا اتحجز عليها. هينفعني يا اخويا، مين هيرضى بيك دلوقتي بعد ما بقيت على الحديده؟ حديده طبعا، ما انت بيعتيلي كل هدومي. ايه السكه اللي تودي؟ حالة من الاضطراب والفزع سيطرت على المواطنين بعد أن أوشكت أموالهم على النفاذ. الجميع يعرض ممتلكاته للبيع والكل يحاول العودة إلى عمله أو البحث عن عمل جديد. الحكومة لازم تشوف حل الأزمة ديت وتوجد فرص عمل وشغل للناس. انا زمان كنت بشتغل في الشهر العقاري، دلوقتي عايز ارجع اشتغل في الشهر العقاري او اي شهر والسلام. ازاي نكون 80 مليون بني ادم ويجيبوا لنا عماله من بره؟ زي ما قلت لكم قبل كده، اهو التل اختل، واللي اتكسر مش هينفع يتصلح بسهوله. الحاله الاستهلاكيه اللي سيطرت على الناس وخلتهم صرفوا الفلوس بيصرفوا مش هيعرفوا يتخلصوا منها في يوم وليله. والحل لازم نبدا من الصفر.